مساء الخير، نهاركم سعيد. جت أسئلة كتير عن ايه هو التشافي الداخلي، يعني ايه التشافي الداخلي. فأنا النهاردة هجاوب على يعني ايه التشافي الداخلي. الفكرة ان البشرية غير كاملة سلوكيا، يعني الانسان سلوكيا مش هو اللي على الفطرة ومش هو اللي على الطبيعة الانسانية المفروض يكون عليها. يعني الانسان بيفتقد لصفات كتير وعنده كمان ازدواجية. فمثلا الانسان بيكون عنده الخير والشر، بيكون عنده جواه في غضب، في حزن، في حقد، في غيرة، في احساس انه منبوذ، احساس بالنقص. طبعا كل ده هنا المشاعر دي كلها مش من ضمن المشاعر الفطرية الطبيعة الإنسانية اللي هو موجود عليها. فبالتالي احنا بنشافي المشاعر دي، بنشافي الافكار كمان المغلوطة، الافكار اللي بتسبب له في حياته برمجيات بناء عليها بيدخل في افكار غلط في كل حياته. فهنا التشافي عشان الانسان بعد عن الفطرة. الفطرة ان هو يكون خير فقط، خير فقط، لكن هو اصبح عنده خير جواه وشر. الشر بيتجسد في المشاعر والافكار اللي مش المفروض تكون موجودة فيه. فبالتالي بالانسان كده بيكون مش الانسان الفطري، مش الانسان اللي المفروض يكون عنده وعي واحد فقط وهو وعي الوحدة، ان هو يكون خير فقط، لان الانسان اعلى المخلوقات، فهو طبيعي ان متسخر له كل شيء. فهو الفطرة بتاعته ان هو يكون على وعي الوحدة، الخير فقط، جسمه فيه نور، جسمه فيه حب فقط. فده معنى احنا بنشافي ايه. هو مش الام عضوية، مثلا حد عنده برد، حد عنده قولون، لا، هو مش الام عضوية، ولكن ان الامراض العضوية كلها هي جذرها في الاساس امراض نفسية بتبتدي بالمشاعر السلبية اللي لما طاقتها بتزيد جوه الجسم تبتدي تعمل مشاكل. يعني مثلا الغضب اما بيزيد بيبتدي الكبد يتعب، الخوف اما بيزيد تبتدي الكلى تتعب، وهكذا. فهي جذرها هي الطاقات السلبية اللي موجودة جوه الجسم. فاحنا بنشافي الانسان عشان يرجع للفطرة ويرجع للطبيعة اللي هو اتخلق عليها.